جات لي كذا رسالة محتواها شبه كده بالظبط: يا دكتور لو سمحت أنا مستواي متوسط طول السنة، لو شديت ممكن أجيب طب. ورسالة تانية: يا دكتور فضلا هو لو بدأت هلحق، وكمان أنا بطيء في المذاكرة، انصحني لو سمحت. وجات لي كذا رسالة على البرايفت حاجة شبه كده. أنا هقول لكم لو أنا مكانك دلوقتي وذاكرت نص نص طول السنة أو مذاكر أي كلام، الفترة اللي جاية ممكن أعمل إيه؟ أول حاجة تعملها تسأل نفسك الثلاث أسئلة دول: إيه اللي أنت أوريدي خلصته أو شفته قبل كده؟ أكيد حتى لو أنت مستواك متوسط أو أنت ذاكرت نص نص طول السنة، في دروس حضرتها، في محاضرات أونلاين شفتها، في حاجات أكيد أنت عديت عليها وخدت عنها فكرة، حتى لو مش بيرفكت بس خدت عنها فكرة. تاني سؤال لازم تسأله لنفسك: هو إيه اللي أنت ما بصيتش فيه خالص؟ إيه اللي ما عندكش فكرة عنه أو اللي ما فتحتوش من أول السنة؟ هتجيب نوتة كده وكل مادة هتحدد إيه اللي ما اتفتحش خالص وهتكتبه فيها. تالت سؤال تسأله لنفسك: هو إيه المادة اللي أنت شاطر فيها؟ إيه المادة اللي أنت كويس فيها بالفطرة؟ كل واحد فينا في مادة هيبقى متفوق فيها جدا، مادة بيحبها. في واحد مثلا شاطر جدا في الإنجليزي وبيحصل فيه بسرعة بأقل مجهود. حدد إيه المادة دي بالظبط بالنسبة لك. بعد ما تجيب نوتة وتجاوب فيها الثلاث أسئلة دول، الكلام ده ما ياخدش معاك ساعة، هتبتدي تمشي على الجدول ده. الامتحانات بتاعتكم هتبدأ يوم 12 أو 13/6، فأنت قدامك تقريبا من النهارده 50 يوم. ال 50 يوم دول هنقسمهم أربعة، واليوم هنقسمه 3 شانس، يعني 3 جزئيات: جزئية من 6 ل 10 دي المورنينج تايم، وجزئية الميد داي هيبقى تريح ساعتين أو ساعة وتبتدي مع صلاة الظهر لحد الساعة 3، وبعد كده هتنام شوية لحد الساعة 7 وتبتدي تعمل نايت شيفت من 7 ل 10 أو 7 ل 11. وركز معايا قوي بقى، لأن اللي أنا بقوله لك ده هو اللي أنا هعمله بالظبط لو كنت مكانك. أي حد كان بيذاكر نص نص أو أي كلام طول السنة هو ده الحل المثالي بالنسبة له. ركز معايا بقى. أول يوم المورنينج تايم هتذاكر فيه مادة أنت متأخر فيها. سي مثلا أنت متأخر في الفيزياء الحديثة مش مذاكرها خالص، يبقى أنت هتحدد فصل أو فصلين هو دول اللي هتبتدي تذاكرهم. فترة من 6 ل 10 هتاخد ريست ساعة أو ساعة ونص وتبتدي تذاكر الميد داي. هتذاكر مادة أنت ذاكرتها قبل كده، مادة واخد عنها فكرة، وتبتدي تحدد فيها جزئية معينة وتراجعها. سي مثلا أنت مذاكر الأدب والبلاغة قبل كده، هم دول اللي هتراجعهم. أما الشيفت بتاع بالليل هتذاكر مادة أنت بتحبها، يعني مثلا أنت بتحب الإنجليزي يبقى هو ده اللي أنت هتذاكره بالليل. وليه نخليه بالليل مش الصبح؟ لأن المادة دي لما تكون بالليل أولا هي مادة أنت بتحبها فهتذاكرها كويس وهتخلص فيها، وبالتالي لما تيجي تنام هتنام وأنت نفسيتك مستريحة شوية، حاسس إن أنت خلصت حاجة، غير لما تبتدي بيها اليوم ونخلي المادة اللي أنت مش مذاكرها أساسا بالليل، هتحس نفسك شوية مستثقل الموضوع. الفكرة كلها إن إحنا نبدأ بالحاجة الصعبة ونختم بالحاجة السهلة أو اللي إحنا بنحبها. كده هتنام بالليل وأنت مودك متظبط وتصحى فايق وتبتدي تذاكر من جديد. وهنمشي بنفس الستايل ده داي 2 داي 3. اليوم الرابع هيبقى مراجعة على كل اللي إحنا ذاكرناه في الثلاث أيام اللي فاتوا، وامشي بالستايل اللي أنت ماشي عليه طول السنة. الستايل اللي بيجيب معاك هو ده اللي تمشي عليه. بتقرا الدرس بسرعة وتبتدي تحل أسئلة، يبقى هو ده الستايل اللي أنت تذاكر بيه. متعود بتقرا الدرس كويس بتأجل حل الأسئلة، يبقى في اليوم الرابع اللي إحنا هنراجع فيه ده تحل فيه أسئلة بس. بقى أنا كده كل 4 أيام في جزئيات أنا متأخر فيها ذاكرتها كويس، أو جزئيات أنا ما شفتهاش خالص ذاكرتها كويس، في جزئيات أنا كنت ذاكرها قبل كده أو واخد عنها فكرة راجعتها، كذا مادة أنا بحبها ابتديت أشتغل فيهم وأخلص فيهم، واليوم الرابع براجع فيه. وعشان الجدول ده يمشي معاك ويجيب نتيجة وما يبقاش مجرد كلام على ورق، ركز معايا. رقم 1 أنا حاطط لك خطوط عريضة، فأنت اللي هتملى الجدول. حاول ما تبالغش في الكميات اللي أنت هتحطها، يعني ما تقولش مثلا من 6 ل 10 أنا أخلص 3 فصول فيزياء، أنت كده بتجهز نفسك للإحباط. حدد على قد مقدرتك، أي نعم رتمك هيزيد مع الوقت بس ابدأ بحاجة أنت تقدر تشتغلها، فبليز حاول ما تقلش على نفسك قوي في الكميات اللي أنت هتحطها في الجدول ده عشان تقدر تمشي عليه. تاني حاجة أي حاجة هتشتتك حاول تبعد عنها تماما، يعني الموبايل بتاعك اديه لوالدك أو والدتك يشيلوا عنك طول فترة المذاكرة ما دام مش هتحتاجه. ولو بتتابع مسلسلات أو أفلام ده مش وقته، هتلاقي نفسك فاضي بعد كده ومش هتلاقي حاجة تعملها، فالوقت ده استغله في المذاكرة وأجل أي حاجة زي كده. لو عندك صديق أو صاحب أنت متعود بتخرجوا كل يوم بتكلموا مع بعض وتضيعوا وقت، انصحه وقول له أنا وأنت نشوف مصلحتنا دلوقتي، وافصل عنه تماما، ده لمصلحتك ولمصلحته، حاجة ما تزعلوش. تالت حاجة ما تقعدش تبص على الوقت، يعني أنت هتذاكر من 6 ل 10 ما تقعدش كل شوية أنا ذاكرت ساعة ذاكرت ساعتين. الفكرة مش في عدد الساعات، الفكرة في إن أنت تخلص الجزئية اللي أنت محددها. رابع حاجة خليك ذكي وأنت بتذاكر، يعني مثلا لو أنت هتذاكر الدرس النهارده بسرعة ساعة وتراجعه بكرة مرة تاني ساعة وتراجعه في اليوم اللي بعده، أفضل بكتير من إن أنت تذاكره النهارده 3 ساعات وتضيع فيه وقت وتركنه بعد كده خالص. حاجة كمان ما يبقاش المدرس اللي أنت متابع معاه عامل مراجعة على جزئية معينة من المنهج وأنت تروح نازل ضيع 3 4 ساعات وأنت أساسا مش مذاكر الجزئية دي ولا مراجعها ولا عندك فكرة عنها. أنت رايح الدرس تعمل إيه؟ إيه الاستفادة اللي أنت تطلع بيها؟ كل اللي هيحصل إنك هتلاقي ناس حواليك مذاكرة ومخلصة وأنت هتروح البيت تبقى محبط، إلى جانب إن أنت ضيعت وقت كتير وما استفدتش. نقطة لو أنت بطيء في المذاكرة والدرس بياخد معاك وقت طويل، هعمل عنها فيديو مخصوص إن شاء الله، هعرفك كده التكات اللي تعملها اللي تخليك تنجز بسرعة ومن غير ما توقع حاجة. الفترة اللي جاية اللي هيعزل نفسه ويشتغل صح وبذكاء هو ده اللي هيجيب درجة. الموضوع ملوش علاقة بمين أشطر، الموضوع له علاقة بمين اللي هيبذل مجهود أكتر ويوزع المجهود ده صح.